سريعا كده اقول لك تشكيل مباراه النادي الاهلي والزمالك في نهائي كاس السوبر المصري بيتلعب في الامارات. هقول لك التشكيله دي بتاريخ يوم السبت 8/11 قبل المباراه بيوم واحد بس. هبتدي كده بتشكيله النادي الاهلي سريعا. هقول لك ان الاهلي هيلعب محمد الشناوي، هيلعب محمد هاني، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، هيلعب ناحيه الشمال احمد كوكا، هيلعب في نص الملعب مروان عطيه، هيلعب جنبيه اليو ديانج، هيلعب قدامهم تريزيجيه. ناحيه اليمين هيلعب احمد السيد زيزو، ناحيه الشمال هيلعب اشرف بن شرقي، فيرود صريح هيكون جراديشار. تشكيل نادي الزمالك اللي هو بقى صعب شويه ومش متوقع نظرا للظروف الصعبه اللي فيها نادي الزمالك ونظرا للغيابات والاصابات اللي بتحصل فيها نادي الزمالك. هتوقع كده تشكيل واعتقد ان هو الاقرب للصواب. هيكون محمد عواد حارس مرمى، هيكون عمر جابر باك يمين، ناحيه الشمال احمد فتوح، اثنين مساكين محمد اسماعيل والونش. هيكون نص الملعب احمد ربيع، جنبيه محمد شحاته، قدامهم عبد الله السعيد. قدامهم كده هيلعب رقم 10 ناصر ماهر، هيلعب اثنين مهاجمين وجهه نظري. هيلعب ناحيه اليمين مايل شويه سيف جعفر، وفيرود صريح هيكون سيف الجزيري. ده تشكيل كده سريع ومتوقع واقرب لنادي الزمالك في ظل الظروف الصعبه اللي فيها نادي الزمالك. نتمناها مباراه جيده. اعتقد المباراه هتكون صعبه جدا على الفريقين. الماتش هيكون منحصر اكتر في نص الملعب نظرا ان الزمالك هيلعب على تقفيل المساحات. الاهلي هيحاول يباغت من اول المباراه. فرصه الاهلي الوحيده ان هو يكسب اثناء المباراه ان هو يستغل السكواد بتاعه وقوه فريقه ان هو يقدر يخلص في المباراه نفسها. الزمالك هيحاول يطول في المباراه لحد اخر وقت ويحاول يوصل للاشواط الاضافيه وضربات الجزاء، لان هو عارف ان هو كعبه عالي شويه في الموضوع ده. وفي ظل الظروف الصعبه دي الزمالك اقرب للفوز في ضربات الجزاء.